يلا ندفي البيت ونملاه بريحة الفرن والقرص الطرية الفلاحة على أصولها باللبن الرايب. هقولك كل الأسرار والخطوات علشان تطلع معاكي هشة من جوه وطرية كأنها إسفنجة وطعمها زي زمان. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ على طول. أنا عبير، لو أول مرة تشوفوني، لو لسه ما اشتركتوش في القناة أتمنى تنوروني. بسم الله. هحتاج 3 كوبايات من اللبن الرايب ما يعادل 600 ملي. سبت الحليب من بالليل لتاني يوم بره التلاجة، ولو عندك لبن وراب منك هيبقى حلو جدا في الوصفة دي. ولو مش عندك، يا اما هتدفي الحليب وتضيفي عليه معلقة كبيرة من الخل وتسيبيه شوية هيروب معاكي. وتعالي بقى اقولك على سر يخلي القرص تطلع معاكي ناعمة جدا. انا معايا اللبن رايب وكريمي، ممكن استخدمه كده على طول. هحطه في كسرولة واخده ادفيه على البوتاجاز. ودلوقتي هوريكي لو شكل اللبن فاصل ومتقطع معاكي هتعملي ايه. هتحطيه وتضربيه في الخلاط، وبعد ما ضربته في الخلاط شكله بقى ناعم جدا. الخطوة دي هتفرق معاكي في القرص بتاعتك وهتخليها ناعمة. وهحتاج 7 معالق من السكر الأبيض الحبيبات، ممكن يزيد أو يقل على حسب رغبتك. وهضيف عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية أو باكت من الخميرة وأقلبهم مع بعض. وأضيف عليهم كوبايتين من اللبن الرايب الدافي وحوالي معلقة كبيرة من الخل، واخلطهم مع بعض واغطيها واسيبها على جنب لغاية ما تنشط وتتفاعل. على ما نحضر المواد الجافة، ومعايا كيلو دقيق مخبوزات منخول أو جميع الاستخدامات المتوفر عندك. هضيف عليه نص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، واخلط المكونات الجافة مع بعض وهحطها في العجان واضيف عليها معلقتين كبار من القشطة من وش الحليب لو متوفر، وكوباية الا ربع نص كوباية سمنة مذابة على ربع كوباية من الزيت. هبتدي أبس الدقيق بالمادة الدهنية لغاية ما كل حبات الدقيق تتغلف كويس وتبقى عاملة زي حبات الرمل المبلول. ولما امسكه واضغط عليه بإيدي بيتجمع ويبقى كتلة واحدة. دلوقتي هبتدي أضيف خليط الخميرة واللبن الرايب. بعد ما الخميرة تفاعلت بالشكل ده هضيفه بالتدريج، ولو احتجت لبن رايب هزود كوباية تانية علشان احنا استخدمنا كوبايتين بس. تقدروا تعجنوا العجينة بإيديكم أو في العجان لو متوفر. لو هتعجنوا بإيديكم هتعجنوا حوالي 7 دقايق، ولو في العجان هتعجنوا حوالي 5 دقايق. وهشوف قوام العجينة، لو لسه محتاجة لبن رايب بزود بالتدريج. ممكن تعملوا مزيج بين اللبن الرايب والمية زي ما تحبوا، بس لو حابة تاخدي نفس النتيجة بالظبط هتستخدمي الكمية كلها لبن رايب وتلتزمي بالمقادير. وطبعا بنضيف كمية السوائل على حسب الدقيق وعلى حسب امتصاصه للسوائل، مش كل الدقيق زي بعض، لغاية ما العجينة تلم ويبقى معاكي عجينة طرية وناعمة وبتلزق بسيط في الإيد. اللهم بارك، العجينة عاملة زي الملبن. هحطها في بولة واغطيها بالبلاستيك ريب وفوطة واسيبها تخمر في مكان دافي من نص ساعة لساعة على حسب درجة حرارة الجو عندك. بعد نص ساعة لقيتها خمرت وتضاعف حجمها. هديها بوكس واخرج منها الهواء وهبتدي اقطعها قطع متساوية. وزن القطعة 50 جرام للناس اللي بتحب تحسب بالجرام، وممكن تعمليها من 40 ل 60 جرام على حسب رغبتك. هكورها واقطعها بنفس الطريقة واقفل من تحت كويس لغاية ما اكمل كل الكمية اللي معايا. بعد ما كورتهم هبتدي اخد اول واحدة كورتها واقفلها تاني من تحت كويس جدا علشان وشها يبقى ناعم معايا، وارصها في صاج مدهون بالزيت وافردها زي ما انتوا شايفين، ونرصهم بعيد عن بعض علشان ما يلزقوش بعد ما يخمروا. هكمل بنفس الطريقة لغاية ما اخلص كل الكمية اللي معايا. تقدري تسيبيها سادة او تحشيها جبنة او عجوة او اي حشوات زي ما تحبي. انا النهاردة هعملها سادة. بعد ما رصيتهم في الصاج هغطيهم بكيس تلاجة مفتوح وفوطة علشان وشهم ما ينشفش، واسيبهم يخمروا ويتضاعف حجمهم. بعد ما خمرت واتضاعف حجمها هدهن وشها بالحليب ودوبت معاه معلقة صغيرة من السكر. هدخلها فرن ساخن مسبقا على اعلى درجة حرارة. مشغلة الفرن من وقت ما كنت بشكلها وارصها في الصاج. لو فرنك ضعيف هتنزلي الرف على اول واحد من تحت، ولو فرنك قوي هتدخليها على الرف الوسط، وهتلف الصاج في الفرن من وقت للتاني لغاية ما تاخد لون ذهبي من تحت وفوق. ولو لسه ما اخدتش لون من فوق هتطفي من تحت وتشغلي عليها الشواية تاخد لون من فوق. واول ما تخرج من الفرن برشها بسبراي المية واغطيها واسيبها من 5 ل 10 دقايق. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن ورشتها بسبراي المية. اللهم بارك، طرية جدا كأنها اسفنجة وواخدة لون ذهبي من فوق ومن تحت. ده شكلها النهائي. عملنا الكمية دي كلها ما شاء الله اللهم بارك من كيلو دقيق. بتبقى تحفة جدا في الفطار الصبح مع كوباية الشاي بالحليب، وتنفع في سحور رمضان بإذن الله، أو بين الفطار والسحور مع كوباية شاي. أتمنى تجربوها وتمشوا على نفس الخطوات والمقادير.
انا استخدمت في الوصفة السمنة البلدي، بتدي للقرص طعم حلو زي زمان. لكن لو مش متوفر استخدمي اي نوع سمنة على حسب رغبتك. ممكن تستخدمي الكمية كلها سمنة بلدي او سمنة نباتي على حسب المتوفر عندك، او زبدة، او ميكس بين السمنة او الزبدة والزيت. دلوقتي هفتح واحدة معاكم ووريكم شكلها من جوه. شايفين طراوتها ولونها زي القطن من جوه وهشة جدا، اللهم بارك. انا هسيب شكلها يتكلم عن نفسه. وبكده نكون وصلنا لنهاية وصفتنا. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم، وهستنى ان شاء الله كومنتاتكم اللي بتسعدني. وفضلا لو عجبتكم الطريقة تعملوا لايك وشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه علشان يوصلكم اشعار بكل وصفاتنا الجاية بإذن الله. كان معاكم عبير، أسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.